ازيك حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض الكيكه بتاعتي، اللي هي كيكه الثلاث الوان او الثلاث صوصات. بصوا، دي ميزتها ان هي تقدري تعملي بقى فيها، تشكلي فيها زي ما انت عايزه. تحطي الصوصات اللي انت عايزاها، تعملي الكيكه بالمقادير اللي انت عايزاها. يعني انا بس مديالك الفكره، وانت بقى تعملي اللي متاح عندك واللي متوفر واللي انت متعوده عليه واللي بيريحك. تمام. انا هنا بعمل كيكه عاديه. بصوا، ده بيض بلدي عشان صغير، فانا حطيت 5 بيضات. او مش فاكره، حطيت تقريبا 5. ايوه. تمام. انا بعملها لو بيض عادي اللي هو الكبير الابيض ده. بصوا البيضه قد ايه، حبيت بس اوريها لكم شكلها قد ايه عشان تبقوا عارفين المقدار. انا بعمل الكيكه العاديه ب3 بيضات، وكوبايه ونص، كوبايه الا ربع سكر، كوبايه الا ربع لبن، ونص كوبايه زيت على سمنه. الاتنين مع بعض يدوني نص كوبايه. بس هنا حطيت 5 بيضات عشان البيض ده صغير. حطيت طبعا ايه رشه فانيليا كده، وحطيت كوبايه الا ربع من السكر. وهكمل بقى الكيكه برضو هضربهم كويس. تقدري تعمليها في الخلاط، تقدري تعمليها بالمضرب اليدوي، تقدري تعمليها آه بشوكه، باي حاجه. كيكه سهله جدا جدا جدا، والكيكه اللي انت متعوده تعمليها. كل الفكره، بصوا انا حطيت اهو يعني قد تقريبا معلقه، لان هي المعلقه سايحه، فتقريبا قد معلقه كبيره هرميه سمنه، وعليها كملت باقيها نص، لحد ما يجي معايا نص كوبايه زيت. تمام. وهستخدم باكو بيكنج باودر، وطبعا فانيليا للبيض، ورشه كده بسيطه من الملح. يبقى المقادير نقولها مع بعض تاني. لو بيض عادي هيبقى 3 بيضات، كوبايه الا ربع لبن، كوبايه الا ربع سكر، نص كوبايه زيت على سمنه، وباكو بيكنج باودر. عايزه تقللي البيكنج باودر مفيش اي مشاكل، بس انا هقول لكم انا ليه بحط الباكو كامل. هتضربيها بقى في الخلاط، بالمضرب اليدوي، بالمضرب الكهرباء، باي حاجه، بشوكه، باي حاجه. تمام. ضربنا كده كل الخليط مع بعض، وهنيجي بقى نضيف الدقيق على حسب بقى الدقيق ما يلف معاكي. انا ما بعايرش الدقيق خالص بمعيار، انا بحط كده تقريبا هياخد معاكي من كوبايه ونص لكوبايتين من الدقيق. تمام. بحط كده شويه شويه وبضربهم بالمضرب او بالشوكه. المهم ان انت الخليط يتجانس مع بعض ويبقى ناعم، ما يبقاش جزء كده وجزء لا. الفكره كلها ان انت بدل ما بتعملي الكيكه في قالب الكيك بتاعها الكبير العالي علشان تبقى الكيكه عاليه معاكي، وتحطي من فوق الصوص، هتيجي تاكلي كده تقطعيها، تيجي تاكلي هتاكلي كده ايه، هيبقى الجزء اللي فوق بس هو اللي فيه الصوص، وهتبقى نسبة الكيك اكتر من نسبة الصوص. الفكرة دي بقى اللي هي ان انت بتحطي الكيكة في قالب واسع. يعني بتعملي الكيكة اللي هي بتتحط مثلا في القالب المدور اللي هو المفتوح في النص ده المخروم، او مثلا قالب السبونج قالب إيه اللي هو بتاع التوست ده، او في قالب مدور او في قالب مربع بيبقى صغير، مثلا مقاس 20 او 22 بالكتير. انا بحطها في الصينيه الكبيره، اللي هي مقاس. بصوا انا هنا كنت بحط البيكنج باودر مع شويه من الدقيق عشان انخلهم كده واحطهم وازودهم في الكيكه. وطبعا في الاخر خالص بزود كده معلقه من الخل. معلقه الخل دي بتدي كده هشاشة، ولو في اي زفرة في البيض، طبعا احنا حاطين فانيليا وكل حاجة، بس معلقة الخل دي بتدي هشاشة كده، وبتمنع برضو اي زفرة او اي حاجة مش كويسة، يعني طعم مش كويس في البيض. تمام. تقدري زي ما قلت لك تعملي الكيكه اللي تريحك واللي انت متعوده عليها. في ناس بتحط كوبايه لبن، في ناس بتحط نص كوبايه لبن. في يعني على حسب الكيكه اللي انت بتطلع معاكي ناجحه وحلوه. كل الفكره ان انت بدل ما هتبقى الكيكه هتبقى عاليه معاكي، لا هتبقى واطيه شويه، لان انت هتحطي لها في قالب كبير شويه. انا بقى حطيتها فين؟ في قالب البشاميل الكبير اللي هو مقاسه مش عارفه 32 او 34 تقريبا. تمام. فالفكره كلها ان انت بتوسعي مقدار الكيكه وتخليها واطيه، علشان ما تحطي الصوص يبقى الصوص على طبقه كيكه قليله والصوص من فوق مليها. وتاكلي كده، كل ما تاكلي معلقه كيكه يبقى تبقى متغرقه معاكي صوص ويبقى طعمها حلو. ده اللي بيخلي الكيكه دي مختلفه، مش كيكه عاديه. تمام. وهقول لكم برضو على حاجات كده تعملوها في الكيكه بتخلي الكيكه تتشرب معاكم كويس وتبقى حلوه جدا. عملنا الكيكه، هنصبها بقى في القالب. بطلنا القالب طبعا بشويه سمنه او زبده او زيت مع شويه دقيق، او تقدري تحطي زيت بس او سمنه بس، وتحطي على طول الكيكه، برضو مش هتلزق ولا حاجه. بس ده كده ضمانا، علشان طبقه الدقيق بتعمل فاصل كده شويه ما بين الكيكه وبين الحله الالومنيا او الصينيه الالومنيا. حطينا الكيكه تستوي على درجه حراره 180، او طبعا الفرن برضو على حسب برضو ما الفرن عندك عالية ولا واطية ولا ايه. المهم ان الكيكات
هي والبسكوتات بيحتاجوا نار هاديه شويه. في الاول ما تبقاش من الاول واطيه خالص، علشان الكيكه ما تهبطش معاكي وتاخد وقت وتغمق من جوه. تمام. هنخرم. خلاص استوت معانا الكيكه، هنطلعها كده. بصوا بتبقى كلها سوا واحد. ليه؟ لان انا حطاها في مستوى واحد الكيكه كلها. الطريقه دي بتخلي الكيكه معاكي ما تطلعش لا حته عاليه وحته واطيه، ولا تطلع معاكي حته مستويه وحته نيه. لا، الطريقه دي بتخلي الكيكه تبقى سمكها خفيف، فعشان كده مش بتاخد وقت كتير في الفرن، وكمان هتضمني ان هي تبقى مستويه، وهتضمني كمان ان هي تبقى متساويه. خرمناها بالشوكة، وبعد كده زقيناها كده بشوية من اللبن والسكر. هتجيبي كده نص كوباية لبن او كوباية لبن على حسب المقدار اللي انت عاملاه. انا هنا جبت نص كوباية لبن او كوباية الا ربع، كانت كويسة يعني. ما تخافوش خالص، مش بتعجن. بصوا الطريقة دي بتخلي الكيكة تبقى معاكي ماسكة نفسها كويس، مش مفرولة ولا حاجة، فمش هتعجن لما تحطي فيها اللبن. خرمتها بالشوكة وحطيت فيها شوية لبن مع معلقتين سكر. طبعا تقدري برضو تحكمي في السكر وفي التحلية زي ما انت عايزة. لو عاملاها بالشوكولاته هتشيلي معلقتين من الدقيق وتحطي مكانهم معلقتين من الكاكاو. وفي الصوص في اللبن اللي انت هتسقيه تحطي شويه من الكاكاو، تحطي كده نص معلقه كاكاو خام، بس يكون نوع حلو عشان ما يمررش معاكي. وتحطي بقى اللبن والسكر وتسقي بيها الكيكه بتاعتك. بصوا بقى التركايه دي، طبعا هي الكيكه كلها، طبعا احنا لما نسقيها دلوقتي كلها لو فيها اي حته اتكسرت ولا اي حاجه زي ما انتم شايفين، انا بس حبيت اوريها لكم من تحت. بتلزق تاني بالصوصات اللي احنا بنحطها. شلت الاجناب كده من كل الاطراف دي، شلت كده حته. ليه بقى بعمل الحركه دي؟ علشان اوسع ما بين القطع المربعه، وبقطع الكيكه كمان في الاول علشان الجناب بتاعتها تبقى متفتحه كده وتشرب معايا. لو في اي صوص انا حطيته تشرب معايا بقى، صوص كراميل تشرب معايا، صوص شوكولاته، صوص كريمه، اي حاجه بتحطيها تروح تشرب معاك. قطعت كده الكيكه وزقيت كمان باقي ربع كوبايه. انا زقيت شويه في الاول وكان فاضل عندي شويه كده، زقيتهم برضو في الاخر اهو، علشان ما بين الحروف كده، علشان الكيكه معايا تبقى حلوه كده وطريه وهشه. بصوا دي كيكه عاديه خالص وبزقيها لبن. مش بس، اهم حاجه ان الكيكه تبرد خالص واللبن يكون بارد. يعني ما تسقيش الكيكه هي وسخنه، ولا تسقيها لبن سخن ولا اي حاجه. حطيت هنا عندي كيس كريم شانتيه بعد ما خلاص سيبناها تبرد وزقيناها الصوص اللي هو اللبن ده. هنيجي بقى ايه الصوصات التلات. اول صوص عندي كريم شانتيه. كريم شانتيه ده انا كيس كريم شانتيه عادي بيبقى مكتوب عليه 200 ملي من اللبن، يعني كوبايه كده، مج كده من اللبن العادي المتلج. حطيته كده في الفريزر وحطيت عليه كيس الكريم شانتيه وبدات ان انا اوزع. بصوا انا هنا كنت لسه ما عملتش صوص الشوكولاته ولا الكراميل، فعملت الكريمه تقيله شويه. تقدري تعمليها خفيفه لو انتي مجهزه كل الحاجات وهتحطي على بعض. تمام. وانا هنا برضو في اليوم ده كنت بعملها في اخر اليوم، وسبتها لتاني يوم لاني كنت بجد يعني في اليوم ده تعبت فما قدرتش اكملها. رحت سبتها لتاني يوم. فعايزه اقول لكم ان الكريمه بدات تنشف شويه. انا كان عندي شويه كنت هزين بيهم من فوق، هعمل روزيتات، بس لما الكيكه معايا سبتها لتاني يوم واتشربت الكريم شانتيه، هتشوفوا دلوقتي. بصوا ده انا لسه اهو بدهنها وبحاول ان انا اسويها كده. طبعا تسويها بسباتيولا بالبتاعه دي اللي هي الشياله، باي حاجه عندك، سكرابر، اي حاجه بتشيلي بيها كده بتساوي بيها. المهم ان هي تبقى متساويه عشان لما تحطي الصوصات. طبعا لو الكريمه خفيفه، كانت انا بعملها بالكريمه دي بتبقى خفيفه شويه، بتساوي معايا، بتبقى سهله. بصوا انا لما سبتها لتاني يوم عملت بالشكل ده، اتشربت. فحبيت رحت حاطه بقى باقي الكريم شانتيه وبقت بالشكل ده. بعد كده بقى حطيت يعني باقي الكميه تاني يوم، لانها كانت اتشربت خالص وبقت تقريبا شفافه، يعني الكريمه اتشربت كلها، بقت الكيكه باينه. فرحت حطيت بقى الباقي اللي كنت عامل بيه رزات، رحت حطيته، بس هو كان كميه قليله فبرضه ما اداش يعني ايه لون ابيض كتير، بس كان حلو برضه وشغال. انا بقول لكم كل التفاصيل، حتى لو حاجه غلط اتعملت معايا او حتى لو حاجه عجزت معايا بقولها لكم، علشان تبقوا عارفين ايه اللي ممكن يحصل معاكم وتعالجوه ازاي.
عملت صوص الكراميل. صوص الكراميل حطيت شويه من غير مقادير ولا اي حاجه، حطيت شويه كده من السكر على في الطاسه على النار. اول لما اتكرملوا رحت نزلت عليهم بشويه معلقه كده من السمنه، ما عملتهاش بزبده ولا اي حاجه، بشويه سمنه، معلقه صغيره كده من السمنه، وقلبتها. وبعد كده رحت حطيت بقى عليها كوبايه الا ربع من اللبن. طبعا تقدري برضو لحد ما يعني تتحكمي في السمك، لو حسيتيها مية تحطي شوية لبن تاني، تستني عليها تنشف شوية، يغلي الكراميل كده على النار هيمسك على طول. تمام. اهم حاجه تقلبي فيه كويس عشان يبقى كريمي وحلو. بعد كده صوص شوكولاته سيحته على النار بشويه من اللبن، شوكولاته خام سيحتها باللبن كده على النار. وحطيت بقى الصوصات كده زي ما انتوا شفتوا كده بالمعلقه، من غير ولا كيس ولا حلواني ولا اي حاجه خالص، وبشويه خله كده، حته خله. رحت فضلت كده رايح جاي رايح جاي بالطول وبالعرض كده، اديتها اي شكل. تقدري تعملي الشكل اللي انت عايزاه، لو عايزه بالطول بس او باي اي شكل انت عايزاه. وده كان شكلها النهائي. زي ما قلت لكم تقدروا تتحكموا في الصوصات، تقدري تعملي صوص فراوله، صوص اي صوص انت عايزاه بقى زي ما تحبي، براحتك خالص. بس دي طريقتي، دي طريقه حلوه جدا ما بيختلفش عليها اتنين، الكل بيحب الشوكولاته والفانيليا والكراميل كمان. عايزه اقول لكم الكيكه كان طعمها حلو جدا باللبن اللي احنا زقناه. عايزه اقول لكم كمان حطوا فيه كمان نقطه فانيليا، اللبن اللي بتسقوا بيه الكيكه يخلي طعمها كمان حلو وشيك كده، وطعمها حلو كده جدا. عايزه اقول لكم طعمها حلو جدا جدا، وشايفين الهشاشه من جوه والفراغات وحلوه قوي، وكمان دايبه دوب بسبب الصوص اللبن اللي احنا بنسقي بيه. وكمان الصوصات اللي بنحطها من جوه وطريقه التقطيع، وانها تتشرب كويس وتبقى حلوه جدا. الحاجات دي كلها بتدي طعم وحاجه كده تقدري كمان تستخدميها في المناسبات. وده كان الفيديو بتاع النهارده، اتمنى يا رب يعجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زرار الجرس ولايك وشير للفيديو عشان يوصل لأكبر كمية، واصحابكم وحبايبكم بقى يشوفوه وينفذوا الطريقة وتبقى الكل استفاد بيه. عايزة اقول لكم كمان ان الطريقة دي تقدري تعمليها على الكيكة بتاعة الجاتو، يعني تقدري تعملي الكيكة بتاعة الجاتو وتزينيها بالتزيين ده، هيبقى حلو جدا جدا. بس اهم حاجة لما بتزيني الاول وبعد كده بتبدأي تقطعي الجاتو بتاعك و وتمسحي السكينه كويس بقى عشان شكل الجاتوه يبقى حلو، ما يبقاش الصوص نازل من الجناب كده اهو، والصوص يبقى ماسك نفسه عكس الكيكه دي. يعني تقدري برضو تاخدي من الوصفه دي لوصفه تانية براحتك خالص. انا قلت لكم الافكار وقلت لكم الحاجات، وانت بقى اعملي زي ما انت